السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشين يا بنات والله. ايه رايكم في التونه القمر دي؟ جميله 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 والله يا بنات. انا جايبه بقى سمك تونه، مش مكاريلي تونه، وعامله التونه القمر دي. ايه رايكم؟ تعالوا بقى اقول لكم على الطريقه والمقادير بتاعتها. ودي حبايبي المقادير اهي. معانا هنا اهو سمك، ده سمك تونه مش مكاريل. المكاريل اللي هو بيبقى احمر كده من جوه. اهو انا غسلاه اهو زي الفل اهو. اهو اهو يا حبايبي. اهو ماشي، نقطعه بقى كده. اهو اهو يا حبايبي. اهو شايفين جميل ازاي؟ اهو. ودي حبايبي السمك اهو. انا جبت السمك ونضفته وقطعته اهو. شايفين ده سمك ايه؟ تونة، مش سمك ايه مكاريل. المكاريل اللي هو بيبقى احمر يا بنات، لحمه احمر ده. ده اللي احنا بقى ايه اللي بيبقى بالتونة اللي احنا بنجيبها اللي هي المعلبة دي. ماشي يا حبايبي اهو. اهو. ومعايا هنا بقية المقادير. معايا كمون، ومعايا فلفل اسود، ومعايا ليمونة، ومعايا ورق لورا، ومعايا ايه، ومعايا توم. دي بقى الحاجات دي كده كلها اه. ومعانا السمك اهو ننزله كده اهو. بصوا يا بنات، احنا السمك نسيبه من يعني بالكتير قوي 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 10 دقايق. يعني من 7 ل10 دقايق كده على ايه، عشان ما يتهريش مننا. ماشي اهو. اظبطوا الساعة كده 10 دقايق بالكتير قوي، يعني ايه، ما تزودوش عن كده عشان ما يتهريش مننا. اه اهو يا بنات. ماشي يا حبايبي. غطيه بقى اهو يا بنات. انا طفيت عليه اهو. عدى يعني، انا قعدته كده 9 دقايق، داخل في ال10 اهو. هطلعه بقى اهو. اهو شايفين؟ بس يا دوبك ما بياخدش ثواني في اهو. اهو استوى بقى جميل اهو. يعني تعرفي تمسكيه بقى عشان ايه، بيبرد خالص كده ايه ونقشره. اهو يا بنات اهو. هسيبه بقى يبرد خالص وارجع لكم. ودي يا حبايبي التونه اهي بردت اهي. اهي بصوا اهي. بصوا نعملها ازاي اهو. بصي حرف طرف السكينه كده تلاقي كل ده الجلد ده نزل خالص اهو. اهو اهو. انت عارفين يا بنات التونه اللي هي التانية دي اللي هي المكاريلي، سمكة المكاريلي دي لو جبتوها بتبقى كلها دم. وبيبقى بصوا اهي بقى، هفتح لكم قلبها هنا دلوقتي اهو. اهو شايفين قلبها ابيض ازاي اهو. التانية بقى بيبقى هنا كده تجمع دموي كده كتير، عشان هي حمرا اصلا كلها بتبقى كلها دم. اهي اهي يا بنات اهي جميلة اهي. اهي شيلوا منها كده الثوب بالشويش اه. السلسلة اهي، بص السلسلة بتطلع اهي زي ما هي اهي. اهي 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 يا بنات. شايفين جميلة اهي، نضيفة وحلوة وزي القشطة اهي. ولا فيها دم ولا فيها حاجة. ناخد واحدة من اللي هي التانية دي اللي هي فيها الشوك اهو. بص هو نازل خالص اهو الجلد خالص اهو. اهو يا بنات اهو. اهو التانية بقى بتبقى كلها دم حمرا كده وبتبقى زفرة. بصراحة ربنا مبتبقاش حلو، لأن أنا عملتها قبل كده
بدي وطلعت روعة بصراحة، فعشان كده ما فكرتش ان انا اجيب السمكية التانية، وان الفرق بسيط يعني. انا جايبة الكيلو من دي ب120، التانية ب90 باين حاجة زي كده. بس مش حلو، مش حلوة خالص، بتبقى زفرة وكلها دم يعني مش حلو. اهي دي اللي هما بيعملوا بيها التونة اللي هي العلب سانشاين والحاجات دي، تبقى نضيفة كده وحلو. اهي يا بنات اهو، اهو يا بنات شايفين جميلة ازاي عشان فيها شوكة. انت هي كده باحساسك كده انت تلاقي الشوك كده تطلعيه منه كله اهو. اهي شايفين جميلة يا بنات اهي. هخلص الكمية وارجع لكم. ودي حبايبي الليمون اهو. ماشي، ناخد بقى عليهم نص كوباية خل. اهي نص كوباية خل على عصير الليمون ده. ونجيب حبة شوربة من اللي احنا عملناهم اه يا حبايبي، ونص كوباية مية من اللي احنا سلقنا فيه السمك. ماشي اهي. ماشي حبايبي. ونحط ايه كده، ايه مش كتير كده، قيمة معلقة ملح كده صغيرة اهي، عشان ما تبقاش بس ايه حادقة اهي. نجيب بقى السمك نعبيه بقى هنا كده في الايه في البرطمانات. اه اه يا بنات. انا بحب احطه كده قطع كده، بتبقى ايه قطع كده بقطعتها كده حلو. مم. مم. اهو. نعبي بقى. اه احنا عبينا التونة، نحط بقى الايه، عشان احنا نحط بقى الزيت، ما نملاش البرطمان قوي عشان نغطيها بالزيت. اعمل حبة كمان البرطمان التالت. ادي يا حبايبي البرطمانات اللي عبيتها، نحط بقى على وشها زيت. تحطوها بقى في التلاجة، ولا هيجرى لها الهوا، ما يجرى لهاش اي حاجة خالص اهي. تقعد كده في التلاجة وتعيش في التلاجة يعني ايه فترة طويلة، ولا يجرى لها اي حاجة. انا حاطه لها خل وليمون مواد حافظة اهي. شايفين جميلة ازاي اهي. اهي جميلة جميلة وطعمها تحفة. ايه رأيكم؟ عايزاكم بقى تجربوها بالطريقة بتاعتي دي، يعني هي دي اوفر من اللي احنا بنجيبها البيتزونه الصغيرة دي. سانشاين دي بحاجة و40 جنيه. انا كيلو ونص عامل لي بصي 3 برطمانات حلوين اهم، مليانين على الاخر اهم وجمال وطعمها جميل ونضيفة ولا فيها مواد حافظة ولا اي حاجة خالص، اللي عاملين بقى يعني دايت وكده. عايزاكم بقى تجربوها بالطريقة بتاعتي دي، وان عجبتكم بقى متنسونيش في اللايك وتدوسوا على زر الجرس، واعملوا اشتراك في القناة اللي يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.